النهاردة هنتكلم عن ولاد راضية وعمرو، التلات صبيان، عامر وحامد وقاسم. لو عايزين تعرفوا شخصياتهم في الرواية كانت ازاي وايه قصة كل واحد فيهم، خليكم معايا لنهاية الفيديو ويلا بينا نبتدي. عامر عمرو المصري، فرحة عمرو وراضية. كانت فرحتهم بأول ولد بعد صدرية، كان وشه منور وفيه من راضية وفيه برضه شبه من أخته سميرة. خد من عمرو الهدوء والتقوى ورعايته لاخواته، كان بيجمع اخواته فوق السطح ويعمل دور شيخ الكتاب، وفي ايده العصاية بس عمره ما ضربهم. كان أنيق قوي في نفسه والبسمة ما بتفرقش وشه، وكان بيروح لضريح الحسين عشان يدعي هناك. عامر كسب أصدقاء كتير من الجيران ومن طبقته ومن الطبقة الأعلى وقال المراكيبي وقال داوود. كان متفوق جدا في دراسته وكان ناجح جدا في الرياضة والعلوم، وبسبب كبراء الأسرة خد المجانية، فارتاح عمرو من مصاريف عامر، خصوصا ان وقتها كان بيجوز صدرية ومطرية وسميرة. من صغره مال قلبه لعفة بنت عبد العظيم، وكبرت مشاعرهم لغاية لما بقى حب وكان في السر. وطبعا لما اتعرف حبهم، فريدة زوجة عبد العظيم اعترضت وقالت احنا بنربي بناتنا في مدارس أجنبية عشان يتجوزوا دكتور أو وكيل نيابة. رد عليها عبد العظيم وقال لها عمرو ابن عمي ومفيش حد أحسن منه. فريدة كمان كانت بتحب عمرو وراضية وبتحب عامر بصفة خاصة، فوافقت عليه على طول. عمرو وراضية فرحوا بالجوازة دي جدا، واعتبر عمرو جواز عامر من بنت الأكابر فوز كبير ليه. محمود كان نفسه عامر يتجوز شاكيرة، فلما خطب عفت اختار حامد لشاكيرة. واكتملت سعادة عمرو بجوازة ولاده من قرايبه علية القوم، وده زعل أخوه سرور جدا، خصوصا بعد تجاهله لبناته. كان عامر حلمه يدخل الطب، بس أبوه اختار له مدرسة المعلمين عشان كانت بالمجان. أما عفت بقى فقبلت الخبر بإنها هتتجوز معلم بتحبه أحسن من دكتور ما بتحبوش. ورغم خيبة أمل عامر فضل في طريق التفوق والنجاح. قامت ثورة 1919 ونزل عامر المظاهرات وهدف من قلبه يحيى سعد. عامر وقتها كان في آخر سنة واتفق على الجواز بعد السنة دي، وكان وقتها ضيف في بيت عمرو اللي كان كل واحد فيه بيحبه وبيحترمه. ما كانش فيه إلا شوية خناقات مع أخوه حامد بسبب طبيعة حامد وسلوكه. راضية كانت دايما تبخرهم وتعمل لهم الأحجبة عشان تطرد روح الشر بين الأخين، بس كل ده انتهى لوحده أول لما بدأت حياتهم العملية. عبد العظيم بنى لهم بيت في بين الجناين ودخل الكهرباء والمية والمجاري، وفي خلفية البيت ده كان فيه حديقة صغيرة، فانتقل عامر مع عروسته لبيتهم الجديد في حياة زوجية سعيدة وطويلة. عفت كانت مختلفة تماما عن بنات عمرو، هي متخرجة طبعا من ميرد دييه، بتتكلم أكتر من لغة وبتلعب بيانو وحافظة تاريخ فرنسا، وما تعرفش أي حاجة عن بلدها وكانت فخورة بكده. عفت كانت شخصيتها قوية جدا لدرجة سيطرت بيها على شخصية عامر، كان ما يقدرش يناقشها ولا يقول لها مثلا إن الصوم واجب في رمضان، وكان بيصوم لوحده وبيحضر السحور كمان بنفسه، ومع ذلك كان منبهر جدا بمهارتها في العزف على البيانو. لما انقلب عدلي على سعد حس عامر انه غريب في عيلة داوود، وحاول ما يعكرش الصف فكتم مشاعره ناحية سعد والوفد في قلبه. عفت ما كانش ليها في السياسة، بس مادام أبوها تبع عدلي يبقى هي كمان تبعه، وكانت بتقول لعامر مفيش مقارنة بين عدلي باشا وبين زعيمك الأزهري. وعامر ما عندوش غير انه يكبر دماغه ويبتسم، ويكمل عليه عبد العظيم ويقول له هو انت شايف يا عامر اننا قد اعباء الاستقلال؟ عامر بيرد عليه ويقول له وليه لا عبد العظيم، احنا من غير حماية الانجليز نضيع. برضو راضية كانت زعلانة جدا من سيطرة عفت على عامر واستسلامه ليها، بس راضية استسلمت للأمر الواقع بعد ما عفت جابت لعامر شاكر وقدري وفايق. راضية حبتهم قوي وده خلاها تتغاضى عن أي حاجة واستسلام ابنها لعفت، وده كان سبب إن الحياة تستمر بينهم، بس استسلامه ده
خلى الكل ياخد باله ويتكلم إن مراته مسيطرة عليه جدا. عامر كان سعيد في بيته رغم كل ده، وكمل سعادته في شغله، وكان من أحب المعلمين لتلاميذه ومأثر فيهم جدا، وده زود إراده بفضل الدروس الخصوصية، ده غير نفوذ أهاليهم اللي ساعدته كتير. ولما قامت ثورة يوليو كان 2 من تلاميذه في مجلس القيادة. عفت كرهت الثورة بسبب إلغاء البشوية لأخوها، بس عامر حس إنه واحد منها، خصوصا لما لقى تلاميذه من قادتها. ولاد عامر عملوا مشاكل كتيرة شخصية أو سياسية، هنعرفها لما نحكي قصصهم. عامر طلع معاش وعاش 25 سنة في بيته، يقرأ الصحف والمجلات ويسمع الأغاني ويتفرج على التلفزيون، وكان محافظ على صحته عكس عفت اللي صحتها اتدهورت جدا، فبقى يخدمها ويشرف بنفسه على الخادم والطباخة، ويلعب مع أحفاده، أو ينزل يركب العربية مع حد من ولاده ويزور البيت القديم اللي كان عايش فيه أخوه قاسم، ويصلي في الحسين، ويقعد في قهوة الفيشاوي ويتغدى عند الدهان، وبعد كده يرجع لبيته مبسوط وسعيد. وعاش لما قرب من 90، فرح مع ثورة يوليو وانكوى بالنكسة، وفرح مرة تانية مع نصر أكتوبر. في يوم صحي يعمل لنفسه شاي هو وعفت، فرجع عشان يشربه معاها، وبعد ما خلص قال لها أنا حاسس إن قلبي تعبان. نام على ظهره عشان يستريح، ومات عمرو المصري. هنتكلم دلوقتي عن حامد عمرو المصري، أكتر واحد تعب عمرو في ولاده، وكان حاسس إنه نبت مختلف عن كل ولاده. كان شقي بيحب اللعب والخناق، وكان معاه ثروة من قاموس لغة أوباش الحواري، وكان كتير عنيف مع اخواته بالرغم إنه سادس ولاد عمرو. وطبعا بسبب كل ده كان متعب جدا في دراسته. أوقات كتير كان بيرجع البيت وجلابيته متقطعة أو مناخيره بتنزف وبتنزل دم شديد، لدرجة إن عامر كان بيتضايق منه وبيضربه، عكس عمرو اللي كان بيكتفي بالتهديد والنصيحة. راضية ملقتش غير التعويذ والأحجبة يمكن ربنا يهدي ابنها. وطبعا واحد بالأخلاق دي أكيد هنستنتج أخلاقه ناحية بنات العيلة، كان عنده أخبث النوايا ناحية جميلة وبهيجة ودنانير، وطبعا سوء سمعته خلى أمهاتهم تحرص منه. كان جسمه ضخم، وكان حلمه إنه يبقى قائد عصابة زي مشاهير الفتوات. لما خد الكفاءة بعد أكتر من محاولة، محمود نصح عمرو يدخله مدرسة الشرطة زي حسن ابنه، وطبعا دخل بوساطة من محمود المراكيبي. وكمان محمود أعلن عن رغبته إنه يتجوز شاكيرة بنته. عمرو فرح قوي بالنسب ده زي ما فرح قبل كده بنسب عيلة داوود. حامد كمان كان فرحان رغم منظر خطيبته اللي ما يسرش، وطبعا راضية كانت متضايقة وشايفة إنها جوازة تحزن. برضو إخوات حامد ما كانوش مبسوطين بالجوازة دي، وقالت صدرية أخويا هيتجوز راجل زيه. لما قامت ثورة 1919 كان حامد في آخر سنة في الكلية، وقلبه مال للثورة، واتهموه بالتحريض على الإضراب وحكموه ونزل سنة أولى من جديد. عمرو ما زعلش وحمد ربنا إنهم ما فصلوش حامد ورموه في الشارع. اتخرج حامد وبقى ظابط، ومحمود كان الملك راضي عنه وقتها بعد إعلان ولائه، فعين حامد وحسن في المراكز الرئيسية في الداخلية، واتجوز شاكيرة من غير ما يتكلف أي حاجة، وعاشوا في القصر في جناح صغير في الدور الأوسط الخاص بعيلة محمود المراكيبي. كانت نقلة ثورية، ابن الحواري بين يوم وليلة بقى في قصر كبير فيه حدائق وتحف وتماثيل وأفخر الأساس وموائد حافلة بأطيب الأطعمة، ده غير جزء ديني محترم بعيد عن عالم راضية اللي مليان بالشعوذة والغيبيات. حامد لقى نفسه في سجن بيحرسه راجل جبار وهو محمود المراكيبي، وهانم جميلة وهي نظلي. أما شاكيرة كانت صورة من أبوها في الصلابة والخشونة، وصورة من أمها في التهذيب والورع. حامد ما كانش ينفع يتغير أبدا. زمان كان بيلعب مع البلطجية،
ولما كبر برضه بقى بيتعامل معاهم بحكم شغله، وده خلى قلبه مفهوش أي مكان للمشاعر. كان بيخاف من محمود المراكيبي أكتر من أبوه، واستسلم ليه من أول يوم ورضي بواقعه. شاكيرا كانت شايفة إنه مبتذل في كل حاجة، الأكل والشرب والكلام. نازلي كانت عاقلة وطلبت منها تصبر وتتصرف بحكمة، وإنه في الآخر حامد راجل صالح. نازلي دايما كانت الوساطة بينهم في مشاكلهم، بس في مشكلة أكبر، وهي الكراهية المتبادلة بين راضية وشاكيرا. راضية ما بتعرفش تداني مشاعرها، وشاكيرا ما بتعرفش تنافق، وكانت نازلي وراضية أصحاب وبينهم مودة، بس كانت من جواها حاسة بخطورتها على بنتها، وكانت بتحذر شاكيرا دايما وتقول لها خدي بالك من حماتك دي مخاوية، ممكن تقلب ليلك نهارك ونهارك ليلك، عامليها باحترام وحاولي تجامليها. وكانت بتتوسل لراضية وتقول لها وحياة عشرتنا والمحبة اللي بينا سامحي لبنتي أي غلط ومسحي فيا. وفي وسط كل ده شاكيرا جابت وحيدة وصالح، ووقع الخلاف بين أحمد ومحمود، وعمرو خاف على حامد من الخلاف ده وحاول كتير يصالح بينهم، ونصح حامد إنه ما يقطعش علاقته بأحمد المراكيبي، وخد موافقة محمود على ده. وارتاح حامد لأنه كان بيحب خاله أحمد جدا ومؤمن بحقه في طلبه. مات أحمد وعمرو ومحمود، وحس حامد أخيرا بالحرية، وبقت علاقته في غاية السوء مع شاكيرا. وطبعا وحيدة وصالح كانوا بينهم دايما، فحسوا بالشقاء والتعاسة. وطبعا شاكيرا كانت صاحبة الأثر الأكبر في تربيتهم، فتربوا تربية مهذبة وتعرفوا بالاجتهاد والتدين، وكانوا متضايقين جدا من أبوهم ومعاملته لشاكيرا، بس كانوا دايما مؤدبين معاه، بس هو كان حاسس دايما بالغربة بينهم. فضل حامد يعامل حماته باحترام، بس هي كانت جابت آخرها من معاملته لشاكيرا، وكان بيكره شاكيرا وشايف إنها أخدت أحلى أيام عمره. ومرة في خناقة قالت له إنها بتكرهه أكتر من الموت وطلقها واعتذر لصاحبه حسن. أما راضية فكانت زعلانة وقالت له الجوازة من الأول كانت غلط، بس ما كانش المفروض تطلقها عشان خاطر وحيدة وصالح. راضية كانت زعلانة بجد، مع إنهم في القصر كانوا شايفين إن سحرها هو السبب من أول يوم في فشل الجوازة دي، وكان سبب كمان في الطلاق. حامد رجع بيت القاضي شهر واحد، وبعد كده خد شقة في عمارة جديدة في المنيل، جابها له حليم ابن عبد العظيم، لأنه كان واخد شقة تانية في نفس العمارة. حامد تم 50 وعجبته أرملة في 40 اسمها عصمت واتجوزها. علاقته كانت ضعيفة جدا بولاده وحيدة وصالح، بس ما قطعهاش. قامت ثورة يوليو فطلعوا حامد على المعاش مع الضباط اللي اعتبروهم من أعداء الشعب. عاش مع عصمت في بيته، وعرف إن حكيم ابن سميرة من أصحاب النفوذ، فطلب منه إن يعمل له أي حاجة، فعينه مدير علاقات عامة بعمر أفندي ب50 جنيه في الشهر جنب معاشه، والحياة حلوت شوية. ده غير إن عصمت عرفت إزاي تتعامل معاه وبقت حياتهم مستقرة. كان دايما بيروح يزور البيت القديم ويبص على أمه وقاسم، ويفضل يمازحهم ويهزر معاهم على أطوارهم الغريبة، وكان بيسلم راسه لأمه عشان ترقيه، ويسأل قاسم عن الطالع، وبعد كده ينزل يتمشى ويطلع على الحسين يقرأ الفاتحة، ودي كانت أكتر حاجة بيعملها في حياته الدينية. كان برضو بيروح يزور بيت اخواته وبيت عامر، وكان أعز أصحابه وقتها حليم ابن عبد العظيم داوود، وخصوصا بعد ما جمع بينهم نفس المصير بعد الثورة، وبرضه بقى قريب من لبيب ابن عم سرور. كان بيشرب مع حليم الحشيش ومع لبيب الخمرة، وأكتر حاجة نغصت عليه عيشته هو إحساسه بكراهية وحيدة وصالح ولاده، مع إنه كان بيحبهم جدا، بس كان عارف إن ده تأثير شاكيرا أمهم. عاش وشاف حرب 1973 وحس بعدها بسنة بتعب وضعف، شخصوه إنه فقر في الدم، بس عصمت عرفت إنه سرطان الدم. حامد معرفش عنده إيه حتى وهو رايح المستشفى، وجت النهاية قصاد مراته ووحيدة وصالح، وكان بيتمنى إنه يشوف أمه راضية، بس كان صعب جدا بعد ما عمرها عدى 100 سنة،
وكمان عشان جهلها بمرض ابنها لغاية لما مات. ومات حامد وسط دموع عصمت ووحيدة وصالح بعد عذاب المرض اللي عاشه. ورغم كل ده شكيرة ما قدرتش تسامحه أو تخفف كراهيتها ليه. قاسم عمرو المصري آخر عنقود ولاد عمرو ورادية، اتولد وكبر وعاش عمره كله في بيت القاضي، ما سابهوش أبدا. كان رفيع ما يشبهش عمرو أو رادية، بس لما بيضحك بتشوف في ضحكته عمرو أبوه، ولما يزعق تشوف رادية. السطح كان ملعبه، ملحقش يصاحب حد من اخواته. أول ما كبر كانوا اتجوزوا، بس لقى العوض في ولاد عمه سرور اللي ساكن قصادهم، وكمان ولاد الجيران. كان أخلص المستمعين لأمه والتابعين ليها في جولاتها بين الجوامع والأضرحة، ولما يسرح بخياله مش بيلاقي غيرها تسمعه وتصدقه كمان. مرة قال لها إنه شاف ليلة القدر، ومرة تانية قال لها إنه شاف زفة عفاريت من ورا المشربية. كان شقي ودايما عينه على بنات العيلة، خاصة دنانير وجميلة وبهيجة. دخل الكتاب غصب عنه، وكان شايفه سجن زي سجن اسم الجمالية. صورة أبوه اتهزت في عينه لعجزه عن منع الموت ياخد أحمد ابن أخته مطرية. كان بيعيط وملقاش حد يواسيه غير حضن جميلة. اتقفش مرة على السطح من رادية. جميلة فص ملح وداب، وحذرته رادية بإن ربنا شايفه ومطلع على أفعاله. جميلة اتجوزت، وكده بقى عنده جرحين: جرح الحب اللي راح منه جنب جرح موت أحمد ابن مطرية. بقى قاسم عايش بين ذكرياته مع جميلة ودروس الكتاب التقيلة على قلبه ونظرات الإعجاب الخفية من بهيجة. افتكر إن بهيجة زي أختها، بس لقاها قلبها طيب وشخصيتها قوية. قاسم كان دايما حاسس إنه محاصر، ومرة عيط وسأله عمرو عن سبب دموعه. قاله إنه افتكر أحمد ابن مطرية، فرد عليه عمرو وقاله ده موضوع قديم، حتى أمه نسيته. قاسم بقى بيبص لكل حاجة بحزن ويبكي. ومرة راضية قالت لعمرو دي عين وصابت الواد. راضية بخرته، وأول ما شم ريحة البخور أغمى عليه. راحوا بيه للدكتور، قال لهم إنها حالة صرع خفيفة، مفيش خوف منها خالص، بس محتاج راحة وتغيير جو. راضية بقت تلف بابنها على الأضرحة، وحرقت البخور في كل أركان البيت من بابه لسطحه. قاسم ساب المدرسة وبقى يتجول في الحواري أو يروح لبيت إخواته وقرايبه في ميدان خيرت وشارع السرايات وبين الجناين. في كل مكان كان بيشرب المشروبات ويتكلم عن المستقبل زي ما هو شايفه، وكان بيحصل فعلا اللي بيقوله. حتى اتعرف بينهم بالشيخ، ومحدش بقى يتجرأ يتريق عليه. سمعة قاسم انتشرت، وبقى يجيله ناس كتير من أصحاب الأمال المعذبة ومعاهم الهدايا والفلوس. واضطرت أسرته يعملوا له أوضة معيشة بالدور الأول عشان يقابل فيها الزوار. واستغرب عمرو جدا لما رزق ابنه قاسم زاد، وخلصت المشاكل وكأن قاسم ربنا خلقه لكده فعلا. لبس قاسم الجلابية والعباية وربى دقنه، وقسم وقته بين استقبال الزوار في الدور الأول وبين العبادة على السطح. حتى راضية بقت من تلامذته، وفتح صدره لأحزان الأسرة ومقاسيهم وشيع أمواتهم وصلى عليهم. قاسم تم 30 سنة ورجع يحس بمشاعر ناحية بهيجة بنت عمه، وحست كمان إنها بتبادله نفس المشاعر. قام قاسم وراح على بيته وقال لأمه راضية إنه عايز يتجوز بهيجة. راضية قالت له ما كل الأولياء اتجوزوا وخلفوا، وبلغت لبيب لما جه يزورها. ولبيب شاور ولاد عمه عامر وحامد، واتفقوا كلهم إن قاسم يقدر يفتح بيت، بس أهم حاجة موافقة بهيجة. وكانوا مستغربين إن بهيجة وافقت على طول. اتجوزوا بعد ما جددوا البيت القديم بالكامل وجابوا عفش جديد، وكان فرح صامت بسبب الظلام اللي خيم بسبب الحرب، واحتفلت بيه المدافع المضادة للطيارات. مرت سنين بهيجة ما خلفتش، وبعدين جابت ابنها الوحيد النقشبندي، وكان جميل زي خاله لبيب، وكان ذكي، واتخرج مهندس في سنة النكسة، وراح بعثة في السبعينات لألمانيا الغربية،
وكان حال البلد ما يسرش، فقرر الهجرة واشتغل في شغل مهم جدا بمصنع صلب بعد ما حصل على الدكتوراه، واتجوز من ألمانية واستقر هناك بصفة نهائية. حزنت بهيجة قوي، وقاسم مزعلش وودعه من غير دموع. الرواية ما قالتش قاسم مات ازاي، مفيش حاجة اسمها كانوا 2 قاسم، واحد مات وراحوا خلفوا واحد تاني سموه قاسم، دي إشاعات. ليه الولد فضل صغير مش عارفة، بس مستنتجة ان التركيز كان على اخواته، وكان المخرج والمؤلف مأجلين قصة قاسم للجزء التاني. مش مكتوب هنا عن علاقته بجدته جليلة، بس في شخصية جليلة انكتب عنها وعن ارتباطها بيه. النقشبندي ده اسم عادي، مش الشيخ النقشبندي اللي نعرفه. وبس كده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.